ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده قررت اعمل معاكم بسكوت حلو جدا. يعني انا بسميه والله بسكوت العشر دقايق، لانه هو فعلا يعني ما بياخدش 10 دقايق، ومكوناته موجوده في اي بيت، وسهل وبسيط جدا. طبعا عندي هنعمل يا جماعه بسكوت الزبده. هو بيتعمل يعني يا بزبده يا بسمنه، بس انا ما كانش متوفر عندي هنا زبده، فهعمله بسمنه. طبعا لازم تكون يا جماعه السمنه سمنه كويسه، يعني انا عاملاه هنا بسمنه بلدي. اللي مش متوفر عنده سمنه بلدي ممكن يعمل باي سمنه، بس تكون سمنه كويسه يعني نوع كويس. تمام. انا عندي نص كوبايه من السمنه، عندي نص كوبايه من سكر البودره، عندي كوبايه من الدقيق ومحطوط عليه، انا حاطه عليها بس رشه ملح، وعندي بيضه واحده، عندي بيضه واحده زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليها رشه فانيليا. يلا بقى نسمي الله ونبدا بقى مع بعض كده، هنشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا هنا حطيت طبعا السمنه على السكر، هفضل طبعا اقلب فيهم كده. لازم طبعا عندي السمنه تكون بدرجه حراره الغرفه، تمام، لغايه اما يبقى الخليط كريمي. بصوا بقى، شايفين يا حبايب قلبي الخليط بقى عامل ازاي؟ انا عايزاه يبقى كده. يعني انا بفضل اضرب في السمنه طبعا مع السكر لغايه اما يبقى كريمي كده، بعدين بنزل عليهم بالبيضه بتاعتي، وزي ما قلت لكم عليها رشه من الفانيليا. بفضل برضو اقلب كده لغايه ايه طبعا اما يمتزجوا مع بعض، تمام. وبعد كده ايه هحط الدقيق. طبعا انا كده بقى طبعا البيضه امتزجت طبعا مع الخليط بتاعي اللي هو السمنه والسكر البودر. احط بقى ايه الدقيق يا جماعه، ما احطش الدقيق كله، يعني اخلي كده حبه واشوف يعني العجينه هتبقى عامله معايا ازاي. هقلبها كده لغايه اما اشوف فعلا القوام اللي انا عايزاه، ولا ازود شويه كمان. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كده حطيت طبعا كوبايه الدقيق كامله. انا عايزه العجينه كده بتلزق، تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا هحطها في ايه؟ هحطها في الكيس بتاع اللي هو بتاع الحلويات دوت، وهشكلها قدامكم واوريها لكم، تمام. ممكن كمان والله يا جماعه اللي هو بتاع بلح الشام ده، عارفينه، ممكن نحط فيه برضو وهيمشي معانا، تمام. بصوا بقى حبايب قلبي، ده شكله طبعا بعد ما شكلناه. طبعا ايه تشكلوه زي ما انتوا عايزين، وبعد كده نحط على الوش كده رشه صغيره، على كل واحده رشه من السكر، تمام. وبدخله الفرن بتاعي، تمام، على درجه حراره 180. على درجه حراره يا جماعه 180 او 160، يعني ما يزيدش عن 180، من 10 دقايق لربع ساعه. وبعد طبعا ما اطلعه ده، انا دلوقتي هدخله الفرن، وبعد ما اطلعه من الفرن هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى حبايب قلبي، ده شكله بعد ما طلعناه من الفرن. طبعا مش قادره اقول لكم تحفه. بصوا عامل ازاي، بصوا البسكوتيه طبعا، وبصوا من تحت عامله ازاي وحلوه جدا جدا. وبصوا حتى يعني لما تضغطوا عليها كده ناشفه وجميله. بصوا من جوه عامله ازاي، تحفه بصراحه والله، طعمها حلوه جدا. جربوها يا جماعه، يعني مع شاي بلبن مثلا، مع قهوه الصبح، بالليل ممكن في العشاء، ممكن الواحد يعني كوبايه شاي كده مع بسكوته، تبقى حلوه جدا. جربوه. ولو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي بقى لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامه.